هل كان موت سامي حادثا حقا؟ أم أن هناك مؤامرة مدفونة؟ ليلى تكتشف السر في فيلا مهجورة، لكن الحقيقة كانت مرعبة أكثر مما تخيلت. في مدينة صغيرة كانت تعيش فتاة تدعى ليل، فتاة عادية جدا في نظر الجميع، لكنها كانت تشعر دوما بأن هناك شيئا غامضا في حياتها، سر دفين لم تستطع تفسيره. ذات يوم، بينما كانت ترتب صندوق الصور القديمة في منزل العائلة، وجدت صورة لرجل لم تتعرف عليه. سألت والدتها عن الرجل، فأجابت الأم بهدوء: هذا عمك سامي. مات منذ سنوات طويلة في حادث أليم. لكن شيئا ما في عيني الأم كان يخفي الكثير. منذ تلك الليلة، بدأت ليلى ترى كوابيس غريبة، أصواتا تناديها، وأرقاما متكررة تظهر في أحلامها. 314. دفعها فضولها للتحري أكثر. وجدت ورقة قديمة بين أوراق جدها، مكتوب عليها فيلا رقم 314. ذهبت ليلى إلى العنوان، لتجد فيلا مهجورة تقف صامتة وكأنها تخبئ سرا ما. دخلت الفيلا بحذر، وفور دخولها، أغلق الباب خلفها. شعرت بالبرد يلف المكان وصوت خافت يقول: